من كذا سنة كنت بشتغل في مكان وكان معايا زميل ما كناش مع بعض في نفس المكان، بس كان في تعامل بينا وكان انسان محترم جدا، وكان في شبه اجماع انه مجتهد وشاطر ومؤدب جدا، يعني بدون مبالغة من اكتر الولاد اللي شفتهم مؤدبين طول عمري لحد النهارده، لدرجة ان احنا كجروب شباب لما نقف مع بعض وممكن يتقال لفظ كده ولا كده لما بيكون هو موجود كنا بنحافظ على كلامنا قدامه قوي، حتى لما كنا نرتب ننزل مع بنات هو عمره ابدا ما كان بيجي معاه، واصلا النقطة دي بالنسبة له مش قابلة للنقاش، مش بيفكر فيها اصلا. المهم هو استقال من سنين وراح شغل تاني، ما كناش اصحاب، فمش معايا رقمه ولا هو عندي على الفيس ولا الانستا ولا اي حاجه. دارت الايام وحاليا بقينا مع بعض في نفس المكان ومكاتبنا لازقه في بعض. انا الحمد لله اتجوزت وعملت اسره وهو لسه اعزب زي ما هو وتقريبا زي ما هو محترم ومؤدب، ما اتغيرش كتير. بس الحاجه اللي صدمتني ان سمعته بيرتب مع ناس صحابه وينزلوا يسهروا في اماكن معينه، والاماكن دي معروف عنها انها اماكن شرب، والموضوع اتكرر اكتر من مره. هو ماديا غني جدا ما شاء الله، فعادي بالنسبه له ينزل يتعشى في مكان ويدفع 10 ولا 15 الف جنيه، وطبعا هو حر في ده. لكن اللي صدمني موضوع الشرب ده، ومتاكد انه بيشرب فعلا لانه قال لاصحابه بلاش الدبل بلاك، خلينا في الجولد زي المره اللي فاتت، مع ان هو عمره لا شرب سيجاره ولا شيش ولا حتى ليه في القهوه والشاي والكلام ده. والاغرب ان معانا حد تاني من اداره تانيه، والشاب ده تقريبا زيه مؤدب وهادي جدا، ووالدته من عيله كبيره، استقال وراح مكان تاني، وكان كل الناس اللي في الشغل زعلانين ان هو استقال. المهم ان هما الاتنين بقوا اصحاب جدا، برغم ان زميلي اول ما جه بعدها بكام يوم التاني استقال على طول، والشاب التاني ده برضه بيشرب وبيقابله في اماكن الشرب باستمرار. مش عارف هل اتكلم معاه والح عليه مره تانية وتالتة ولا اسكت كاني ماليش دعوه. انا متصور ان لو كلمته عمره ما هيرد عليا رد يحرجني، لان ده مش اسلوب، بس حقيقي زعلان جدا عليه، وكل ما بصلي بدعي. يا ريت نصيحه منكم في التعليقات.